السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. طولت عليكم الغيبه هذه الخطره. جيت اليوم في فيديو جديد ندير معكم الكريمه اللي حشيت بها الكيكات، يعني اللي درتهم في عيد ميلاد ماما وعيد ميلاد بنتي. كريمه هذه البنات احتمدوها، جد 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 بسيطه وبزاف هايله. يعني صراحة أول يعني مرة، عفوا ثاني مرة نجربها. يعني أول مرة شاركتها معكم، وثاني مرة يعني نحشي بها الكيكات. وصراحة كل ما نديرها كل ما تكون النتيجة بزاف هايلة. القوام تاعها يجي كيما لو غاناج وشوكولا، ميم الذوق تاعها يجي كيما الغاناج. تبعوا معايا الوصفة الأخير نتعرفوا على مقادير الوصفة. بسم الله. أول حاجة عندي لتر من الحليب، عندي 6 مغارف مايزينا يكونوا معمرين مليح، 6 مغارف سكر و3 مغارف كاكاو، وعندي 500 غرام من شوكولا. درت انا شوكولا سوداء. تحبوا نتوما ديروا شوكولا بيضاء او شوكولا بالحليب كيما تحبوا. فرغت هذاك الحليب اللي تاع الحليب والمايزينا والسكر والكاكاو في كاسرول، ونخلط بارد في البارد. ومن بعد نحط هذيك الشوكولا ونحطهم مباشره فوق النار. الكريمه هذه صدقوني وصفه تاعها انجح مما يكون. نحطها على النار، تكون نار شويه قليله، ونبقى نخلط فيها حتى تذوب لي هذيك الشوكولا. ميم الذوق تاعها يا البنات يجي ذوق لو غاناج. يعني صراحه جربوها، ولي تجربها تعطيني رايها. نبقى نخلط حتى تذوب لي هذيك الشوكولا تماما. هاي ليك لهنا، هاي اللي بدات تذوب لي. ونبقى نخلط حتى تولي يعني الكريمه تاعنا تتماسك. نلحقوا واحد القوام اللي نطفيوه. تبعوا معايا الوصفه، شوفوا لهنا. هاي لك لهنا لحقت القوام اللي نحوس عليه. نطفي عليها ونجيب غيسيبيون، ولا نجيب كشعفسه تكون ثقيله يعني كبيره، باش نفرغها باش تبرد لي بالخف. هاي ليك نفرغها كامل. نديرها بابي فيلم اون كونتاكت باش ما تديريش هذيك القشره الفوقانيه. حطيتها انا بردت لي مده 4 سوايع ماكسيموم. درتها في الكونجيلاتور باسكو سحقيتها يعني باش نخدم بها بالخف. سحقيتها تبرد لي. طبعا اللي ما يسحقهاش يخدمها في الليل وصباح يبدا الخدمه تاعو. شوفوا لهنايا بعد ما بردت، يعني اي بارده ماهيش دافيه، اي بارده مليح. جبت لنا 500 غرام من مارغرين اوبلين. انا استعملت اوبلين، طبعا نتوما ديروا واش تحبوا. انا درت 500 غرام. درت كميه كبيره باسكو درت 2 كيكات. هاي ليك. ونبقى نطلع في، يعني ندخل في هذيك المارغرين في الكريمه تاعي حتى تولي لي خفيفه. ونخليها تعاود تشد روحها واحد ربع ساعه ولا ساعه، ومن بعد نبدا نعمر بها مباشره. هذه قلت لكم تقدروا تستغنوا على الغاناج وتخدموها في بلاط، يعني تعمروا بها الكيكه تاعكم، ولا حتى تمونطيو بها انا استعملتها تحت عجينه السكر وبقات لي واقفه وما ذابتش وما غبنتنيش، يعني جات ما شاء الله صراحه. خاصه الذوق تاعها اون ديغي غاناج وشوكولا. نتلاقاو في الفيديو الاخر، مع السلامه.